قال يقول ابو بسمة ما حياة الا بعز، يحظى بها الحر بكل فخر واعتزاز، طز في حياة الذل 1000 طز، يا نعيش في العز ولا في موتة بامتياز. موتة تغث كل هين من بعد اللغز، والصقر يبقى صقر من بعدها، والباز باز بعدها. بكتب نصيحة لمن عوز يفعل بها يوم لا لز العواز، لان الزمان قاسي ولا بد ما يلز، ومن باق ما يخسر، ومن استعان بالصبر فاد، واحذر رفيقك لا حسيت قلبك منه نكز، ولا يجوز تقدم على شيء وقلبك ما قد كان جاز. ما يضيق الصدر دوما والنفس ما تقز الا من وجع في الراس، ولا في المعدة اعزاز، ولا تتخش الحب ذي قد شفت بعضها قد وقز، لان العسل والسمن يتغير لا جاور بقاز. ولا تكنز الا نوعا تواثق انه يكتنز، لان بعض المعادن غير قابل للكناز، وكن عصيف السر واجعل صندوقك رزد، ولا تبهذل بندقك، ولا تحتزم الا جهاز ولا عذر، لمن صدق حك الجواهل والعجز، مع احترامي لبعض الناس من نفس الطراز، ومصاحبك حاول يغيظك ويستفز لا تعذره، يوم اللقاء شممه بارد وغاز، لحد قوي نيبه يشوف اللحم قدامه عرز، للحم الاسد غير لحم الضواين والمعاز. وانك سمعت الخوف يحرك بعض الشعر ولا ما بالشعر هذا ما لا الطفل قبل تشعر باهتزاز، هذه الحصيلة الأولى من ضمن صندوق الدرس، ولا زال تصحيح الكشوف جاري، وتعشير الجواز رقم قصيد واجد، وعاد الشرح عندي ما انجز، لأن الصداقة والصحاب يا صاحبي مثل القزاز. سلام.